اهلا بكم مشاهدينا ويوم جديد ومباشر من مصر. كالمعتاد هيكون معانا الاخبار المحليه مع الكاتب الصحفي بالاهرام الاستاذ جمال زايده، وفقره خاصه مع رئيس الهيئه القوميه للانفاق مع الزميله ايمان العقاد. ونبدا حلقتنا النهارده مع الاستاذ جمال زايده. انا عايز ابدا بالحادث الاليم يا استاذ جمال، لكن الحادث من كتر ما هو موجع ومتكرر الواحد مش عارف يقول ايه بصراحه. لا، واحنا لازم نقول الحقائق فيما يتعلق بهذه المسألة، لأنه مصر إذا أنت بتتكلم على الحادث اللي تعرضوا له التلاميذ بتوع إنه مصر بتتعرض لأعلى معدل حوادث في العالم على الطرقات. 13,000 أكثر من 13,000 مصري بيموتوا على الطرقات في مصر. فلازم احنا نفكر بشكل منطقي وبديهي ونقول ايه السبب، ايه الاسباب. وانه انا شفت ردود الفعل وقريت ردود الفعل الخاصه بهذا الخبر، وانه الدوله ما قصرتش، والرئيس عبد الفتاح السيسي امر بارسال طيارات علشان مساعده الجرحى ونقل التوفوا وصرف تعويضات وكلام. لكن هو في النهايه في سرعه استجابه من جانب الدوله لمساعده الناس، لكن بتظل المشكله قائمه ولابد ان احنا نواجه نفسنا. المشكله بقى لها 20 سنه يا استاذ جمال. لا، ده بقى لها اكتر من 20 سنه. عندنا مشكله على الطرقات في مصر، جزء منها انه الناس ما بتحترمش اشارات المرور وقواعد المرور، انه السير عكس الاتجاه، انه عدد كبير من سواقين النقل وسواقين الاتوبيس بيتعاطوا مخدرات وبياخدوا حشيش، وده من واقع بيانات وزاره الداخليه. انه الطرقات الرئيسيه ما عليهاش كاميرات علشان تكشف المخالفات، انه لابد ان يبقى في قوه بوليس دايما تتابع حال الطرقات زي ما بنشوف في اي مكان في الدنيا. الموضوع ما هوش عويص ومش محتاج مليارات من اجل ان يبقى عندك رقابه على الطرق. جانب اخر اكثر اهميه برضو اللي هو خاص بتحسين حاله الطرقات في مصر. حالة الطرق في مصر تعيسة للغاية. صحيح. والطرق المرصوفة وفقا للمعدلات الدولية هي طرق محدودة، منها مثلا الطريق مصر العين السخنة او طريق مصر اسكندريه الصحراوي اللي هو تحت الانشاء حاليا، اللي هو لازم يبقى فيه سيرفيس رود، اللي يبقى فيه طريق للخدمات يمين وشمال، وان الطريق مش مقطوع وان ما حدش يقدر يقطعه. حضرتك تتفق مع راي المهندس ابراهيم محلب اللي قال ان مصر تعاني من ارهاب الاهمال؟ هو وصف ان الاهمال حاجه خطيره جدا بنعاني منها مصر، لا تقل عن الارهاب والحرب. انا يعني موافق على كل الاوصاف، بس انا بتكلم على خطه العمل، الاكشن بلان. يعني الحكومة هتعمل ايه؟ الدولة المصرية هتعمل ايه؟ ايه الاجراءات اللي هتعملها علشان تحمي المواطنين على الطرق السريعة؟ هو انا عندي خبرين. مثلا وزير الداخلية قال تعزيز اجهزة الرادار على جميع الطرق السريعة والتعامل الحاسم مع المخالفين. ده تعامل ايجابي. الرئيس السيسي يوجه بخطة قومية لمنع حوادث الطرق ويكلف مجلس تنمية المجتمع بوضع تصور خلال 15 يوم. هنا ده الجانب الاهم بقى، الخطة المستقبلية. بالظبط. ده اللي يطمئن الناس، انه احنا عندنا حكومة جديدة، عندنا رئيس جديد عليه اجماع شعبي، انه حركة الرئيس وحركة الحكومة بتتم ازاي؟ هل بتتم ازاء الكوارث والازمات بالسرعة اللازمة ام بيتم بشكل بطيء؟ وكمان لابد انه يبقى في محاسبة. اصل خد بالك من حاجة، ان كل حاجة عندنا في مصر هنا موسمية، تحصل كارثة فالناس تنفعل، وبعد شوية كمان كام يوم الناس تنسى. لكن واضح ان احنا الايام الماضية دي عايشين في كوارث بسبب إرهاب جماعة الإخوان والقنابل اللي عمالين يزرعوها في كل مكان. دي مشكلة بس هو في النهاية لابد من هيتم وضع حد لهذه المسألة، لأنه لا يمكن لجماعة أنها تدخل في خصام مع الشعب المصري إلا ما لأن هم خسروا كل حاجة وجسورهم مع المصريين اتحرقت. وبالتالي والدولة المصرية أنا من وجهة نظري قادرة على أنها تواجه إرهاب الأفراد وإرهاب الجماعات، وإنه هذا النوع من الإرهاب لن ينتصر في النهاية. خد بالك من حاجة، يعني إذا كان رئيس الوزراء وصف ما يحدث على الطرقات بالإرهاب، بس ده وصف. الإهمال لا يقل عن الإرهاب في خطورته يعني. طبعا ولذلك احنا محتاجين متابعة. والناس تشوف ايه نتائج هذه المتابعة سريعا. وان مثلا عندك طريق زي طريق مصر اسكندريه الصحراوي الزراعي، المشي عليه مغامره غير محسوبه العواقب، يعني كارثه.
يعني انا شخصيا بجرب هذا الطريق اللي هو طريق مصر اسكندريه الزراعي، وبعدين بعد كده لو انت هتطلع من عند بنها وانت طالع على المنصوره كارثه. اي نعم، هم بيبذلوا مجهود، بيعملوا كوبري علوي على عند ميت غمر علشان المزلقان هناك عند ميت غمر، وكوبري ضخم والقوات المسلحه هي اللي بتنفذه، لكن حاله الطريق مزريه، حاله الطريق مزريه. هو 3 جوانب: الرقابه على الطرقات، والتكدس اللي موجوده في مصر كلها في جميع المناطق سواء الدلتا او الصعيد، وفي نفس الوقت احنا محتاجين تطوير الطرق يعني. ده صحيح. انا برضو عايز اتوقف عن الخبر العاجل اللي كان نازل على الشاشه دلوقتي: استشهاد 2 امناء شرطه في محطه منوف، اعتقد في قنبله انفجرت هناك واستشهد 2. طبعا احنا هنعزي اهل امناء الشرطه، وعايزين ناكد مره ثانيه على انه 12 للاسف. طب ده كارثه انه رجال الشرطه بيدفعوا ثمن فادح هذه الايام في مكافحه الارهاب، لانه الارهاب بيستهدف رجال الشرطه. ولذلك برضو احنا بنطلب مره واثنين وثلاثه بكل حب وبكل تقدير انه جهاز وزاره الداخليه يعني يحسنوا من الاداء فيما يتعلق بمكافحه المفرقعات. يعني الحادثه اللي حصلت قدام جامعه القاهره ما تتكررش بقى مرة تانية وتتكرر مرة ثالثة. لازم يبقى في آلية للكشف عن المفرقعات، لازم يبقى في وزارة الداخلية تكون وحدة للكشف عن المفرقعات. أعتقد الوحدة دي موجودة يا أستاذ جمال. وتلف، وبعدين لازم يأمنوا الضباط والأمناء مش موجود. لا هو إيه لو هذه الوحدة موجودة عفوا كانت قللت من حجم الانفجارات. أنا لا بس هي بتستبق فعلا. أنا قريت البيان اللي قاله النهارده المتحدث باسم وزارة الداخلية اللي هو عبد اللطيف، هاني عبد اللطيف، اللي هو هاني عبد اللطيف، وقال في عدد القنابل اللي تم اكتشافها وتفكيكها، وقال كمان ان في عدد للأمانة اللي تم اكتشافه ضعف اللي انفجر. فهم بيبذلوا مجهود، بس هي القضية انك انت عايز تسبق هذه العمليات الإرهابية، ولازم توقف هذه العمليات الإرهابية وتستخدم كل الأساليب الممكنة. ولذلك احنا بنطلب من الدولة انها توفر كل الامكانيات المطلوبة لوزارة الداخلية لمواجهة موضوع القنابل. انا هتوقف مع استاذ يسري البدري رئيس قسم الحوادث في المصري اليوم. اهلا وسهلا استاذ يسري. اهلا بيك شريف. اهلا بحضرتك. استاذ يسري، حضرتك تكلمنا عن هذه الحادثة الأليمة اللي حصلت في منوف دلوقتي. والله يعني خالص تعازينا لأسر الشهداء اللي هم رجال وزارة الداخلية اللي سقطوا في هذا الحادث الإرهابي الغاشم. عدد الشهداء 2 من رجال الشرطة إذا كنا نتحدث عن أحد رجال المفرقعات وزميله بإدارة الحماية المدنية. كان في بلاغ في إحدى القطارات تحديدا كفر الزيات منوف عن وجود عبوة ناسفة في العربة الأخيرة من هذا القطار. على الفور رجال الشرطة المتواجدين داخل القطار تمكنوا من إخلاء ده قطار نقل بضائع أم مسافرين؟ ركاب يا فندم. ركاب تم إخلاء الركاب من هذه العربة، وتم فرض كردون أمني حول هذه العربة. قبل فرض هذا الكردون فوجئوا بهذه العبوة تنفجر، أدت إلى مقتل 2 وإصابة 6 آخرين، منهم حالات حرجة. الآن يتم تمشيط محيط السكة الحديد بمنطقة منوف، إجراءات أمنية مشددة لمعرفة هوية الجناه الذين تركوا هذه العبوة، نوعيتها، والتي تتطابق تماما مع بعض النوعيات التي فجرت من قبل، مثل هذه النوعيات التي تستخدمها هذه الجماعات الإرهابية. تترك هذه العبوات وسط مارة، تترك هذه العبوات بالقرب من كمين أمني أمام جامعة القاهرة في محاولة يائسة من هذه الجماعات الإرهابية لترويع وتخويف المصريين. كانت هناك إجراءات تأمينية مشددة على السكة الحديد خلال الفترة الماضية ومستمرة في جميع أنحاء البلاد. هناك حالة من الاستنفار، خاصة أن هناك معلومات لدى الأجهزة الأمنية تفيد نية هذه الجماعات الإرهابية للقيام بمثل هذه الأعمال لترويع وتخويف المصريين. شكرا أستاذ يسري البدري رئيس قسم الحوادث في مصر اليوم، وربنا يتغمد الشهداء برحماته إن شاء الله. هم مش هيخوفونا طبعا يا استاذ جمال. لا اطلاقا يعني، بس انا عايز اقول لك على حاجه برضو. يعني في قبلينا واجهت موجات الارهاب وقدرت تتصدى واحنا نفسنا وتوقفها. مصر في الثمانينات والتسعينات واجهت موجات من الارهاب وكانت قادره على انها تتصدى لهذه الموجات وانها توقفها. بريطانيا
كانت بتعتبر ما يفعله الجيش الايرلندي، الجمهور الايرلندي عمليات ارهاب وتصدوا لها. ايطاليا واجهت عمليات ارهاب، اسبانيا عطلتها سنين طويله. اسبانيا نفس الوضع. ففي يعني مجتمعات ودول اكثر تقدما مننا، يعتبروها الدول الصناعيه المتقدمه، واجهت عمليات ارهاب لكن كانت قادره على انها تضع حد ليها. وانا اعتقد انه المصريين بتكاتفهم في المرحله الحاليه هيبقوا قادرين على انهم يواجهوا الارهاب، بشرط ان الدوله تحسن من ادوات مكافحه الارهاب. انا هتوقف مع الدكتور علاء سرور وكيل وزاره الصحه بالمنوفيه برضه لمتابعه اخر اخبار. دكتوره هناء سرور، انا متاسف جدا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. دكتوره هناء، ايه اخر الاخبار بالنسبه للضحايا والمصابين لهذا الحدث الاليم؟ نقول احنا وصل لنا 2 شهداء و10 مصابين. 10 مصابين. تشبين الحكم التعليمي بناء على تعليمات معالي الوزير لاشتباه نزيف في المخ، احتمال يحتاج تدخل جراحي سريع. وحاليا معانا حالتين، 2 بيتعمل لهم بس استكشاف، واحد في البطن والثاني استكشاف في الكتف الايمن. اما باقي المصابين ان شاء الله حالاتهم متوسطه ومستقره. طب وبالنسبه للمصابين، احنا عرفنا ان الشهداء 2 امناء شرطه، بالنسبه للمصابين برضو هل لا ما وصلناش يا فندم، وبالتالي هم كلهم مدنيين. مدنيين يا فندم. كلهم مدنيين يا فندم. شكرا دكتوره هناء سرور وكيل وزاره الصحه بالمنوفيه. شكرا يا فندم. يعني اللي بيعملوا، انا بس ليا تعليق سريع على هذه المساله، يعني اللي بيحطوا القنابل الارهابيه اللي عماله تنفجر في المصريين الابرياء ده يعني ويتم اطفال ويشيح حاله من الحزن لدى العديد من الاسر. وذنبهم ايه امناء الشرطه اللي طالعين يأدوا واجبهم وواقفين في الشارع بال8 ساعات وبال10 ساعات علشان يوفروا امن وحمايه للمصريين، انه فجاه كده يلاقي قنبله تنفجر فيه واسرته تتبهدل. يعني دول ناس بلا ضمير. هو بيستهدف بالبلدي كده الغلابه، يعني انت هو لما يستهدف الغلابه كده، سواء امين شرطه سواء ضابط سواء ضابط حتى مصري مواطن مصري، يعني غلبان لله، يعني مش انا ما اقصدش الغلابه بمنطق طبقي يعني، لكن هو دلوقتي لما يستهدف مصريين غلابه يعني لله كده، فاكر هيوصل ايه؟ ترويع الشعب 90 مليون هيخافوا يعني. أنا عايز أبدأ أخباري مع حضرتك. أول خبر النهاردة معانا هو الرئيس السيسي يعين أحمد جمال الدين مستشارا للرئيس لمكافحة الإرهاب، وفايزة أبو النجا لشؤون الأمن القومي. وكمان وقد أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بتعيين السفير خالد علي مصطفى البقلي أمينا عاما لمجلس الأمن القومي. بص، ده مؤشر بالغ الأهمية. ليه؟ لأنه إحنا وكثير من السياسيين كان في مطالبات بأنه الرئيس عبد الفتاح السيسي يكشف عن مساعديه وأنه يكشف عن مستشاريه، بس يبدو أن الراجل بيتأنى، ولذلك اختار فايزة أبو النجا، السفيرة فايزة أبو النجا وزيرة السابقة مستشار الأمن القومي، وهي سيدة محترمة وأحد كوادر الدولة المصرية وفاهمة كويس قوي في موضوع بتاع الأمن القومي. وده اختيار له دلالات عديدة، كونها أولا دبلوماسية ووزيرة سابقة عندها خبرة فيما يتعلق بموضوع الأمن القومي، ثالثا إنها امرأة. الناس اتلخبطت شويه في موضوع يعني سياده اللواء احمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الامنيه ومكافحه الارهاب، طبعا واضح ومفهوم، لكن بالنسبه للدكتوره فايزه ابو النجا والامن القومي ممكن يثير بعض يعني عايزين نفهمه اكتر. لا، انا مش شايف اي لبس في هذا الموضوع، انه في قضايا الخاصه بالامن القومي مختلفه عن قضايا مكافحه الارهاب، ولو ان قضايا مكافحه الارهاب القضايا الامنيه اللي بتقع او اللي المفروض انها تقع تحت اختصاصات اللواء احمد جمال الدين المستشار بتدخل في المظله الاكبر اللي هي الامن القومي. اللي انا عايز اقول لك عليه مثلا في البيت الابيض الامريكي، الرئيس الامريكي عنده المستشار ناشونال سكيورتي ادفايزر اللي هو مستشار الامن القومي، وانا بعتقد انه السيده
فايزة أبو النجا هتلعب نفس الدور. ايه الدور اللي بيلعبه مستشار الأمن القومي؟ انه بيجمع كافة التقارير اللي بتأتي من كافة أجهزة المعلومات والأمن، وبيتم تجميعها وتقديمها لرئيس الجمهورية صباح كل يوم مع تقديرات للموقف. تقديرات الموقف فيما يتعلق بالأزمات التي تحيط بالدولة، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، وبيتقدم خيارات مختلفة لرئيس الدولة، ورئيس الدولة هو اللي بيقرر في النهاية أي طريق وأي حل هيلجأ إليه. أنا أعتقد أن دي هتبقى وظيفة الوزيرة دكتورة فايزة أبو النجا، وهي أعتقد عندها من الكفاءة، وده خبر جيد للأمانة. يعني خبرنا التالي من بوابة الأهرام: السيسي يكلف أجهزة الدولة بسرعة إعداد دراسة لإنشاء مدينة رفح الجديدة. وهو كان في تقرير مفصل من المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية، كان الرئيس تكلفه بعقد لقاءات مع شيوخ وعواقل مدينة رفح. التقرير اللي اترفع لرئيس الجمهورية خلص إلى عدة أشياء، منها تفهم أهالي رفح للإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة الإرهاب. أهالي سيناء بصفة عامة وأهالي رفح بصفة خاصة جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري والشركاء للدولة في مواجهة الإرهاب والتطرف. وطرح مقترح لإنشاء مجتمع عمراني متكامل، وده المهم جدا، وحديث في شمال سيناء يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتراث الثقافي لأهالي مدينة رفح. الحفاظ على قناة تواصل مستمرة وفعالة بين مؤسسة الرئاسة وأهالي سيناء، ورفع كافة التوصيات والمقترحات لرئيس الجمهورية. فالرئيس لما وصلته التوصيات وجه بتكليف المجلس التخصصي ده خلال 15 يوم، يعني لأنه المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية أنه يعد دراسة متكاملة لآليات تنفيذ مشروع مدينة رفح الجديدة، وتكليف الأجهزة المعنية بالدولة ببحث ودراسة الموقف التنفيذي لتعويض المتضررين، والرئيس كان مهتم بالموضوع ده برضو. وأكد الرئيس على ضرورة استمرار الحوار مع أهالي سيناء بشكل فاعل لتحقيق الفائدة. كيف ترى هذا؟ هي دي نوعية الحلول اللي احنا بننتظرها. يعني بمعنى ان القضية بتاعة ال 500 متر أو ال 1500 متر على الحدود مع غزة ما بقتش فقط تهجير 1500 أسرة. أنا مش عارف عدد الأسر بالتحديد لأنه تقريبا حوالي 1500. أعتقد أقل الأسر، يمكن العدد الكامل 1500، لكن من 360 أو 260 أسرة حاجة كده. بس ما بقتش القضية محصورة في العدد من الأسر اللي هيتم نقلهم، وإنما يبقى في تفكير أشمل من ده له علاقة بإزاي يتم إعادة التخطيط العمراني والحضري لرفح. رفح بالغة الأهمية، رفح المصرية بالغة الأهمية بالنسبة لمصر وبالنسبة للأمن. فالقضية مش هتفضل إنك مجرد بس هتطرد المهربين، وإنما هتخلق مجتمع عمراني حديث يتم من خلاله تعويض كل أهالي رفح بأنه بيتقدم لهم مجتمع حضري جديد بيشمل بقى كافة الخدمات، مستشفيات، مدارس وخلافه. وما تبقى وكمان ليه لابد انه دول نحط في اعتبارنا ان دول اهلنا هناك، والاطراف بالنسبة لمصر بالغة الأهمية، وطول عمر مصر بتتعرض لمخاطر من الجبهة الشرقية. فبالتالي لما يبقى في حلول جذرية ومتكاملة على هذا المستوى، لا يعني لازم لو في حاجة إيجابية بتحصل لازم نقول صحيح ان ده حل إيجابي ولازم وممتاز. نشيد من الجانب الآخر بالأهالي اللي وافقوا طوعيا انهم كمان يتحركوا. لا يعني أنا بعتقد انه يتم تعويضهم بشكل افضل من خلال المجتمع العمراني الجديد. صحيح طبعا. مش مجرد انه هياخد فلوس، هم هياخدوا فلوس او بعضهم اوريدي هم خدوا فلوس وتم تعويضهم بهدف انهم يبقى عندهم مساكن بديله، لكن انه يبدا التنفيذ في اقامه مجتمع حضري حديث وقريبا، ده اكبر تعويض لاهالي رفح. وبنتمنى بالمناسبة ان يبقى في مجتمعات حضرية صغيرة متناثرة موجودة في شبه جزيرة سيناء مع شبكة طرق، وانه تبقى مرتبطة بعملية تنمية، تصنيع زراعة بقدر الامكان عشان نخلص من لا ما احنا لازم لن نتوقف عن الحلم. لازم نبدأ ان شاء الله. الخبر التالي من الأهرام، بوابة الأهرام: الأمم المتحدة تنتقد، ده النهارده كان في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الأمم المتحدة تنتقد حصيلة مصر في مجال حقوق الإنسان وتتهمها بالتقاعس عن ملاحقة المسؤولين عن القمع. وطبعا كان في رد من وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي أمام مجلس حقوق الإنسان. بس أنا هتوقف أولا مع السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة. أهلا وسهلا يا فندم.
مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا سياده السفير. هل الحصيله بتاعت النهارده مع عرض ملف مصر هل كانت انتقاد ولا كان في بعض الايجابيات وبعض السلبيات؟ حضرتك هو يعني آلية المراجعة عادة تشمل انتقادات، تقوم بمراجعة بعض الإجراءات التي تقوم بها الدول، فطبيعي أن مثل هذه العملية طبيعتها يجب أن تشمل انتقاد، ولكن مع ذلك نقدر نقول أنه المحصلة كانت إيجابية اليوم بالنسبة لمصر، لأنه حوالي 80% من مداخلات الوفود كانت بشكل إيجابي جدا، مؤيدة للخطوات التي تم اتخاذها ومشجعة على المضي قدما في تنفيذها وعلى اتخاذ إجراءات مماثلة والبناء عليها. تركزت الانتقادات سيادة السفير من الدول الكتلة الغربية أو أوروبا الغربية وأمريكا، هل هذا صحيح يا فندم؟ يعني صحيح بأن هناك بعض الانتقادات من الدول الأوروبية، ولكن ليس كل الدول الأوروبية، هناك دول أوروبية أشادت بالوضع في مصر، وهناك أيضا دول من أمريكا اللاتينية انضمت لقائمة المنتقدين، فلم يكن هناك تقسيم دول غربية في مقابل دول غير غربية، بينما كان يعني هذه المجموعة التي وجهت انتقادات شملت دول من مختلف المناطق، لكن نقدر نقول ان غالبيتها كانت من دول شرق اوروبا. تم الاشاده بالدستور المصري كثيرا، لاحظت في عده كلمات ان تم الاشاده بالدستور المصري، فهل ده كان توجه عام واضح في النهارده يا فندم؟ صحيح تم الاشاده، يعني معظم حتى هؤلاء المنتقدون اشادوا بالدستور وما نص عليه من حقوق وواجبات، وعبروا عن املهم في ان يكون الاجراءات المتخذه على ارض الواقع متوافقه مع ما اقره المصريون في دستورهم الجديد. شكرا سياده السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم في الامم المتحده، الف شكر يا فندم. تعليق بقى حضرتك على نفس الخبر؟ والله يعني انا حضرت في المقر الاوروبي للامم المتحده في جنيف اثناء مناقشه اتفاقيه مناهضه التمييز ضد المراه، اتفاقيه السيداو، وعارف الاليه اللي بتتم بيها، انه بيروح وفد حكومي وبيروح وفد بيمثل منظمات المجتمع المدني، هي نفس الاليه اللي بتمت في موضوع حقوق الانسان. المجلس الدولي لحقوق الانسان لابد ان احنا نحطه في الاعتبار اذا كانت مصر حققت خطوات ايجابيه فيما يتعلق بان احنا بقى عندنا دستور وعندنا رئيس منتخب باغلبيه كبيره في مصر، واحنا منتظرين الخطوه الثالثه اللي هي الانتخابات البرلمانيه، لكن لازم نحط في الاعتبار برضو احنا مش عايشين في الجنه. يعني انه موضوع بتاع قانون التظاهر عليه اعتراضات، موضوع التعذيب رغم انه عندنا قانون بيجرم التعذيب ولا يسقط جريمه التعذيب بالتقادم، وبالاضافه لده عندنا الوضع الخاص بمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهليه ما هوش وضع مثالي. عندنا وضع اللي هو الخاص بالتعامل مع الناشطين الثوريين اللي موجودين في السجون، وانا شايف ان دي مش قضيه الدوله المصريه ان الولاد دول يبقوا موجودين تحت الاحتجاز، لكن قضيه الدوله المصريه في المرحله الراهنه هي مواجهه الارهاب ومواجهه العنف، مش مواجهه شباب الثوريين اللي خرجوا في مظاهرات وخلافه، مش هي دي القضيه الاساسيه. فبالتالي ينبغي علينا ان احنا نحط في الاعتبار الانتقادات اللي بتوجه لينا، وان احنا نحاول نحسن حالة حقوق الانسان في مصر، لانه في النهاية ده هيبقى له مردود على وضع مصر على المستوى الدولي، وهيبقى له مردود على استقرار مصر وعلى دخولها بقوة بقى في مرحلة الديمقراطية. ومفيش دولة بتتقدم من غير حقوق الانسان. التجربة الحديثة للدول يا عزيزي بدون قطع كلامك، الولايات المتحدة الامريكية انتهكت حقوق الانسان في جوانتنامو. طبعا يعني طبعا خدت متهمين ومش قادره تحاسبهم ولا تستجيبهم على الارض في الولايات المتحده الامريكيه، خدتهم على جوانتنامو. فالقوى العظمى في العالم بتنتهك حقوق الانسان، وانتهكت حقوق الانسان في سجن ابو غريب، وانتهكت حقوق الانسان في قتل العراقيين اثناء غزو العراق، واشاعه الفوضى في العراق وفي المشرق العربي. لا يعني اذا حبينا نتكلم بجد، لا عندهم انتهاكات وانتهاكات ضخمة، بس نتيجة لأنهم مسيطرين على
الاقتصاد وفيما يتعلق بالموضوع بتاع التوازن العسكري ما حدش عارف يحاسبهم، لكن فجايين يتشطروا على مصر. لكن احنا برضو من قبيل سد الذرائع لابد ان احنا نحسن حالة حقوق الانسان في مصر. دي لا مفر منها. لا مفر منها. استاذنا الكاتب الصحفي بالاهرام استاذ جمال زايده، نورتنا يا فندم. شكرا جزيلا. مشاهدينا وصلنا لنهايه فقرتنا ومستمرين معاكم. هنطلع دلوقتي على تقرير عن اجتماع القبائل العربيه المصريه، وبعدين فقره مهمه مع رئيس الهيئه القوميه للانفاق المصريه مع الزميله ايمان العقاد.